غلطات اوعى تعملها لو انت شغال في الديجيتال ماركتنج او السوشيال ميديا ماركتنج، ان انت تبتدي تشتغل في السوشيال ميديا ماركتنج وتنشئ صفحات واكونتات وتبتدي تعمل محتوى وبوستات وتعمل كمان اعلانات وانت اصلا ما عندكش اي خلفيه عن الماركتنج او التسويق. وده كتير انا بواجهه الحقيقه، خصوصا في المجال بتاع التدريب والاستشارات، ان الناس بتبتدي يس انا معايا فيزا، انا خلاص بقيت ماركتير، انا عملت صفحه، انا خلاص هبيع اونلاين. طيب ماذا عن ان انت دارس سوق، دارس منافسين، دارس المنتج، دارس الترند، ودارس الخواص اللي هي مثلا ممكن تبقى موجوده كمكون ثقافي واجتماعي وسياسي حتى حواليك في السوق؟ انت مش دارس ده، ما انتش عارف ده. فهتبتدي ممكن تبتدي تتخاطب مع الجمهور على خلفيه ان هو المنتج ده اللي عاجبه يطلع المنتج مش عاجبه، او انت المنتج ده كان ممكن يعجب جمهور تاني، او الجمهور ده يناسبه منتج تالت. الموضوع كده ممكن يبقى شويه فيه شويه تباديل وتوفيق، لو احنا ما خدناش بالنا منه هتؤدي بينا في النهايه ان احنا نفشل. درست تسويق على فكره وانا في الكليه، رغم ان انا كان دراستي طبيه وصيدليه، ولكن كملت بعد كده في ماجستير سنتين كاملين من دراسه الماجستير في اداره الاعمال، وممكن يبقى في دكتوراه كمان يعني، والناس بتدرس ده سنين. انا مش بقول لك ادرس ده، بس على الاقل يبقى عندك المفاهيم والمقومات الاساسيه ان انت تبقى قادر تدرس سوق، جمهور، منافسين، تبتدي تعرف ازاي تعرض المنتج بتاعك بفوائده علشان الناس تقتنع بيه وتبتدي تشتريه. خد بالك من غلطه ان انت تشتغل ديجيتال ماركتنج من غير ما تكون اصلا فاهم في الماركتنج. كان معاكم تامر المغازي، لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا له سيف وناخد لفه في بقيه الفيديوهات. سلام عليكم.